مساء الخير على كل اللي بيتابعونا. النهاردة هنبدأ حاجة جديدة معانا، وهي مشاكل الفنز. أول مشكلة جات لنا النهاردة من سيدة متجوزة، هي بتحكي وبتقول بجد أنا بفكر في الانتحار. أنا متجوزة بقالي 5 سنين وعندي بنت 4 سنين، وجوزي بيسافر السعودية، وتقريبا من يوم ما اتجوزنا ما عادش معايا غير 3 شهور، يعني تقريبا كل سنة بينزل شهر. وهو حاليا بقاله 2.5 سنين يعني منزلش. وبجد انا تعبانة قوي 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 ومش عارفة اعمل ايه، وانا ساكنة في بيت عيلة. طبعا بيت العيلة بيبقى الزوجة كأنها عيلة من العيال أو بنت من البنات، أو من الآخر بتبقى يعني زي المرمطون، ما عندهاش استقلال. المهم بتقول انا قاعده في الشقه لوحدي بين 4 حيطان انا وبنتي وخلاص. كل شويه حماتي تقول لي انزلي اعملي كذا وانزلي اعملي كذا. يعني انا حاسه ان انا ما حدش يقول لي اكنها مامتك وانتي بنتها، ولو مامتك هتسيبيها. لا، انا عايزه احس ان انا عندي مساحة من الحرية الخاصة، عندي شقتي، أصحى وقت ما أنا عايزة، جوزي معايا، بنتي معايا. أنا مش قادرة على العيشة دي، وكمان مش قادرة أتحمل مسؤولية تربية البنت لوحدي، وإني أهل باباها أو أهلي يتدخلوا في تربيتها. انا خلاص قربت اتجنن، بس برجع واقول الحمد لله على كل حال، انا احسن من ستات كتير. انا اسفة بجد، بس حبيت اخد رأيكم. يا ريت محدش يهاجم، لان ما تعرفوش الحالة النفسية اللي هي فيها صاحبة المشكلة يعني. ويا ريت اللي عنده رأي يكتبه في كومنت. سلام.